خلونا نتعمق في تحليل نص ناري جدا، وثيقة أشبه بساحة معركة كلامية. القصة عن رد من رجل الدين الصرخي الحسني على منشور للكاتب رحيم أبو رغيف، لكن الموضوع أكبر من مجرد رد. رح نكتشف كيف ممكن جدال يبدأ على فيسبوك يتحول لصراع مفتوح عن الشرعية والفلوس والسلطة الدينية. يلا نبدأ بتفكيك هذه القصة المعقدة. من البداية، من أول سطر الصرخي بيحط النقاط على الحروف. العنوان الفرعي لنصه هو دجل العمائم. واضح جدا أن هذه مش مقدمة لنقاش فكري هادئ، لا، هذا إعلان حرب صريح. عبارة واحدة بس تكشف أن الهدف مش شخص واحد، بل مؤسسة كاملة. طيب، عشان نتابع خيوط هالقضية رح نمشي على 6 محاور أساسية. رح نبدأ بالشرارة الأولى، بعدها نحلل قائمة الاتهامات ونكشف الصراع الخفي بين المرجعيات الكبرى، ونشوف إيش قصة دافع الرغيف المزعوم، ونستعرض التحدي العلمي اللي طرحه، ونوصل في النهاية للمعنى الحقيقي وراء عبارة دجل العمائم. المحور الأول، شرارة المنشور. وكما يقال، كل حريق كبير يبدأ بشرارة، وهنا الشرارة كانت مجرد منشور على الإنترنت. إذن في قلب هذه المعركة عندنا شخصيتين أساسيتين، المرجع الديني الصرخي الحسني والكاتب رحيم أبو رغيف. هو بدأ مباشرة بتجريد نص أبو رغيف من أي قيمة، وصفه بأنه، والاقتباس هون مهم، كلام سطحي متهافت بس لابس ثوب بحث في المرجعية العامة. يعني هذه كانت الطلقة الأولى. الموضوع مش مجرد اختلاف في الرأي، لا، الموضوع هو أنه العمل هذا من أساسه ما له أي قيمة فكرية أو بحثية. والآن ننتقل من مجرد نقد عام إلى هجوم منظم. خلونا نشوف قائمة التهم المحددة اللي وجهها الصرخي لأبي رغيف. هنا الموضوع بيكبر. القائمة طويلة وصراحة مدمرة. أولاً اتهموا بأنه مرتزق، يعني بيكتب بالفلوس. ثانياً اتهموا بالجهل وأنه ما يعرف حتى أبسط أساسيات الدراسة الدينية. ثالثاً اتهموا بالتحيز العلني، يعني يمدح مرجعية السيستاني وبالمقابل وبشكل مبطن يهاجم مرجعية خامنئي. وبالنهاية استخدم كلمات قوية ومباشرة جدا، وصفوا بالكذاب والدجال. وهنا اللهجة ما عادت نقد أبدا، صار التشهير شخصي عنيف. الصرخة المكتوبة دي: أيها الدجال، متى يتطهر المجتمع من قذاراتكم؟ هدفها واضح: تدمير سمعة الخصم بالكامل، وتصويره على أنه خطر لازم المجتمع يتخلص منه. لكن لازم نفهم إن هذا الهجوم الشخصي الشرس هو مجرد واجهة لشيء أكبر بكثير. خلف كل هذه الكلمات النارية في حرب باردة بتدور بين مراكز قوى دينية كبيرة. إذن السؤال هو، ما هو الصراع الحقيقي اللي كشفه هذا المنشور؟ عن إيش القصة فعلياً؟ هنا الصورة تتضح أكثر. أبو رغيف في منشوره الأصلي سوى شيئين. الأول، مدح محمد رضا السيستاني ابن المرجع الأعلى وقال إنه وصل لدرجة عالية جدا في الفقه. الثاني، وبنفس الوقت شكك بكفاءة مجتبى خامنئي ابن المرشد الإيرامي، يعني دخل مباشرة في قلب صراع الأبناء والورثة المحتملين. وبالنسبة للصرخي، التوقيت هذا ما كان صدفة أبدا. هو بيقول أن منشور أبو رغيف نزل بالضبط بنفس الوقت اللي كانت فيه تسريبات بتتكلم عن ترشيح مجتبى خامنئي عشان يخلف والده. فمن وجهة نظر الصرخي هذا دليل قاطع. المنشور مش مجرد رأي شخصي، بل هو جزء من حملة سياسية ممنهجة هدفها التأثير على عملية الخلافة في إيران. وهذا يوصلنا للسؤال الأهم: ليش؟ إيش الدافع اللي يخلي أبو رغيف بحسب الصرخي طبعا يدخل في معركة مثل هذه؟ الجواب يلخصه الصرخي في تلاعب لفظي ذكي جدا. إذن ما هو الدافع الحقيقي الذي يتكلم عنه الصرخي؟ هنا خلاصة الاتهام كله. أبو رغيف يبحث عن الرغيف. جملة بسيطة لكنها تختزل كل دوافع خصمه في دافع واحد وبس: الفلوس. يعني كل هذا الكلام، المدح والنقد، هو مجرد بضاعة تباع وتشترى. طيب، مين اللي بيدفع ثمن هذا الرغيف المزعوم؟ الصرخي بيقدم قائمة بالجهات، قنوات فضائية وممولين هذه القنوات ومؤسسات تابعة للسيستاني وحتى دول منافسة لإيران. يعني الصورة اللي بيرسمها هي أنه أبو رغيف مش شخص مستقل، لا، هو مجرد أداة في حرب الوكالة، والتمويل جاي من كل مكان. بعد ما هدم دوافع خصمه، الصرخي بينقل المعركة للملعب العلمي، وهنا بيطرح تحدي مصمم خصيصا عشان يحرج أبو رغيف ويثبت جهله المزعوم. عشان نفهم صعوبة هذا التحدي لازم نفهم بسرعة إيش يعني الاجتهاد. الاجتهاد مش مجرد علم أو معرفة، لا، هو أعلى درجة ممكن يوصلها عالم الدين،
وهي القدرة على استنباط الأحكام الشرعية بنفسه. يعني هو بمثابة الرخصة اللي بتخلي رجل الدين مرجع، ومن دونها كل الألقاب ما لها قيمة في هذا العالم. التحدي اللي طرحه الصراخي هو عبارة عن فخ من 3 خطوات. بيقول لابرغيف: اسمع، قبل ما تحاول تثبت لنا اجتهاد الابن محمد رضا، لازم أولا تثبت اجتهاد الأب نفسه السيستاني. وكيف؟ مش بالكلام الحلو، لا، لازم تجيب أدلة مادية، أبحاث منشورة أو محاضرات صوتية مسجلة. طبعا هو بيحط شرط شبه مستحيل. الصرخي يصرح بالكتابة ويطالب بالدليل الملموس، يقول: جلبت لنا مطبوعات أو صوتيات بحوث السيستاني الأب الفقهية والأصولية. يعني هو بيرفع مستوى الإثبات لدرجة عالية جدا، لأنه عارف أن هذه المواد غالبا ما تكون متاحة للكل. وهنا في الجزء الأخير من النص الصرخي بيلم كل الخيوط اللي فاتت وبيوسع الهجوم. الموضوع ما عاد عن شخص واحد، صار عن فئة كاملة. وهذا بيرجعنا للعنوان الفرعي الصادم اللي بدأنا فيه. وهذه هي النقطة الحاسمة، التحول الكبير في النص. الموضوع ما عاد عن أبو رغيف ولا عن صراع السيستاني وخامنئي، صار هجوم أيديولوجي شامل على المؤسسة الدينية التقليدية كلها، أو زي ما سماها العمائم. وهنا نصل للذروة، لأعنف عبارة في النص كله: العمائم شياطين بهيئة بشر، قد أفسدوا في الأرض ودمروا البلاد. هذا ما عدا نقد، هذا حكم إدانة كامل، تصوير للمؤسسة الدينية كأنها قوة شريرة ومدمرة.